هو ليه منتخب مصر التاني كل شويه يدخل في خناقه؟ منتخب مصر التاني واللي بيدربه حلمي طولان من يوم ما اتعمل وهو عامل مشاكل، وكل شويه المشاكل دي تزيد ومحدش فاهم ليه. المنتخب التاني اتعمل عشان يشارك في كاس العرب في قطر، وده عشان المنتخب الاول مش هينفع يلعب في كاس العرب وبعدها كاس الامم. المنتخب من اول ما اتعمل وقال لك هياخدوا فيه اللعيبه اللي مش هتروح المنتخب الاول. وهنا حسام حسن فضل مؤخر اعلان قائمه المنتخب الاول عشان يخلي حلمي طولان مدرب المنتخب التاني مش عارف يختار اللعيبه اللي هياخدها معاه. واخيرا حسام حسن اعلن القائمه اللي خد فيها لعيبه كتير جدا عشان ما يسيبش اي لعيبه للمنتخب التاني. بعدها رد المنتخب التاني على المنتخب الاول بفيديو نزله حسام الحضري مدرب حراس المرمى في المنتخب التاني مع احمد حسن مدير المنتخب، وقال له انت العميد الاصلي. درجه الحراره بقول لهم 45 يا عميد، بس الجو حلو. وطبعا الحضري كان بيرمي على حسام حسن اللي هو كمان لقبه العميد عشان الدنيا تقوم وما تقعدش، والخناقه بين حسام حسن والحضري واحمد حسن وطولان والناس بتوع اتحاد الكوره تكبر وتشعل ويبقى هو ده المحتوى بتاع البرامج الرياضيه، لحد ما الخناقه خلصت لما الوزير نفسه اتدخل عشان يحل بين كل الاطراف دي. واخر حاجه بقى حلمي طولان مدرب المنتخب الثاني طلع يزعق ويهدد عشان عايز ياجل الماتشات في الدوري قبل ما يروح يلعب كاس العرب، وانه كمان مش لاقي ملاعب يتدرب فيها ومش لاقي لعيبه ياخدها معاه، وان لو الوضع فضل كده هيمشي من المنتخب. وطبعا محدش هيعمل له حاجه لان الدوري الموسم ده ما فيهوش ماتشات بتتاجل وخلاص زي السنين اللي فاتت، ده حتى المنتخب الاول ما تاجلش بسببه اي ماتش في الدوري. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل مع المنتخب الثاني في الايام اللي جايه. وانت بقى قول لنا تتوقع ايه للمنتخب الثاني في بطوله كاس العرب؟